السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل بقى وصفة جميلة كده من غير بوتاجاز ولا أي حاجة. حاجة حلوة كده للأولاد. طريقة سهلة جدا. هنعمل في الأول حاجة كريم شانتيه. كريم شانتيه عندي ما بيتظبطش معاكي، هقول لك طريقة حلوة قوي تظبطي بيه. أنا بجيب الكريم شانتيه بيبقى سايل. يعني دول كده في مقدار كده نص كوباية. تمام كده. بحط معاهم كيس لبن بودرة. الطريقه دي ممكن تعملي بيها الايس كريم بقى، وتحطي الاطعمه اللي انت عايزاها. بيظبط قوي قوي وبيبقى طعمه جميل. ادي اللهم صل على سيدنا محمد كيس اللبن البودره، ودي علبه قشطه من عند اللبان بتتباع متوفره كده. تمام كده. كده دي معلقه كوبايه قشطه، ودي كوبايه اللبن. دي كوبايه لبن على ميه متلجه. هنحط كده كده، مش بحط سكر ولا اي حاجه. ثواني هضربها وارجع لك تشوفي هي عامله ازاي. بصوا انا كده عايزه القوام ده حلو ازاي. احطه لسه في الفريزر. بصوا قوامه مش باين اهوت. بصوا قوامه عامل ازاي. انا القوام ده عايزاه عشان هعمل بيه حاجه وهوريها لكم. الحاجه حلوه اللي انا هعملها عايزه اعملها لكم. مش عارفه انه واضح كده. عايزاها بنفس القوام ده. ماشي. ثواني وهرجع لك تاني. هعمل لك طريقه النوتيلا بطريقه جميله جدا، وانت عارفه الايام ديت في مدارس والاولاد بيحبوا النوتيلا واحنا مقاطعين، فهنعمل لكم بقى النوتيلا بطريقه جميله جدا. ودي برده هتبقى حشوه ال لا يعني تبقى اسمها اللهم صل على النبي. يعني تبقى كريمه كده للحشو، اي حاجه جاتوه اي حاجه. اسمعوا مني طريقة ماما حلوة. هتبقى طريقه حلوه. دي انا عامله فيها الكريم شانتيه زي ما انا كنت قبل كده. مش هغسل اللهم صل على سيدنا. مش هغسل الخلاط ولا اي حاجه. انا هحط هنا كده نص كوبايه الكاكاو عشان هسكرها برده قوي، عشان احنا مش بنحب الحاجه مسكره قوي. ومش هعمل وهحط كده معلقتين سكر كده، مش هحط كتير. وعندي دي علبه قشطه نحطها. وعندي علبه القشطه دي هملاها لبن واقوم حطها عليها. كده دي كوبايه القشطه دي لبن. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضرب كده ضربه علشان خاطر هفصل واوريك انا هعمل ايه. هحط ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت ما يبقاش ليه لا ريحه ولا طعم ولا اي حاجه. زيت كده شفاف وحلو. هحط قدامك كده سرسوب وهولع وهفصل وارجع بقى اوريكي سمكه قد ايه. اديني عملته. بصوا بقى السمك بتاعه. دي النوتيلا. بصوا نوتيلا والله جميله وسهله جدا. علبه قشطه على نص كوبايه اللبن على نص كوبايه دقيق. ما تحط دقيق على نص الكاكاو. وتظبطي كده بقى القوام بتاعه. بص كده. وما خدناش اقل من ربع الزيت. بصوا بصوا عامله ازاي. وطعمها حكايه. القشطه عاملاها جميله. هتحطيها بقى في التلاجة يعني اسبوع بالظبط، عشان احنا حاطين القشطه ليها مده صلاحيه، فبالظبط اسبوع بالظبط. تمام. هعمل ايه بقى. هرجع لك تاني بوصفه جديده. هعمل بيها حاجه حلوه بقى ديت للاولاد كده.
والباقي احطه في بطرمان واحطه في التلاجة يعملوا منه السندوتشات بقى. اعمل منه كيكه احطها فوق الكيكه. صوص حلو قوي قوي، صوص الشوكولاته دوت جميل قوي. ثواني وارجعلك تاني. عندك بقى اي نوع بسكوت هتعملي منه حاجه حلوه فظيعه وخطيره للاولاد. انا عندي بسكوتات من كده، لميت البسكوت اللي في البيت كله، اي بسكوت. والخلاط ده انا كنت عامله فيه النوتيلا، تمام، غسلتوش، هضربه فيه كده يلم كل اللي في النوتيلا كده والبسكوت ياخد طعم، تمام كده. دي حاجه حلوه بقى كده بارده منها فيها كده، والعيال بتذاكر كده. اي نوع بسكوت، نوع بسكوت مدرسه، اي نوع بسكوت كده في الخلاط تضربيه بيه باي كساره باي حاجه. انا هحطه هنا كده كده كده، واحط معاه زبده سايحه بقى مش سايحه، انا عشان الخلاط دوت بيضرب يعني بيكسر وبيفكك. حطيت مكعب زبده فيه كده، هنقوم بقى ضاربين البسكوت كده في قلب بعض. انا هضرب البسكوت وهرجع. عندي بقى انا هحط كده معلقه عسل عشان خاطر عايزاه كده يبقى ملزق في بعضه كده. احط كده معلقه عسل، ما عندكيش معلقه العسل دي حطي معلقتين لبن، تمام كده. هضربها برده وارجع لك اوريكي. بصوا بقى عامل ازاي، مفتح خالص ازاي. الطريقه دي جميله قوي، الاولاد هيحبوها زي الشيز كيك كده، بس احنا ايه بنكذب عليهم. نفضي ده كله خالص كده عشان حرام كل ده منزله خالص كده. انتوا اكيد عرفتوا انا هعمل ايه بقى كده، وانتوا شاطرين وقراريب كده خالص. بصوا عندي ازاي برضه هنزله خالص كده. بصوا يعني الخلاط عملنا منه 3 وصفات، ما غسلناهوش. وفرنا غسيل، غسلناه مره واحده. يعني انت ما تيجي تعملي 3 وصفات تبتدي بالفاتح وبعد كده الغامق فالغامق. بصوا ده بقى كده نكسره كده في دي كده. وعندك بقى اي طاجن كل ده كده بقى على الغسيل يا ياسين، ماشي على الحوض. انا بقى هعمل ايه للعيال بقى كده. اجيب الطاجن ده احط لهم بقى كده من ده كده معلقه سكر. روح يا ياسين هات لي الكريم شانتيه كده من الفريزر. حطي كده بقى ده كده. ما تسكريش الحاجه عشان الحاجه لما بتبقى مسكره بتجزع كده وما بتقدريش تاكليها. يعني ايه، انا طاجن النوتيلا ده والله بجيبه، الطاجن ده بجيبه للعيال. كنت بجيب الكبير شويه، بصي اضغطي خالص كده عشان ايه تبقى ماسكه في نفسها. كنت بجيب الطاجن ب25، مره واحده لقيته ب35. واكيد بقى مش هيبقى بالنظافه وبالحلاوه اللي احنا ايه عاملينها. كريم شانتيه سايح شويه مش مشكله خالص. احنا نحط بقى كده ده معلقه من هنا كده شوكولاته، ونجيب معلقه تاني كده. نمسكوا بقى قربوا الوصفه القمر دي كده. معلقه تانيه نضيفه علشان خاطر ايه. الحاجة حلوة دي لسه يوم الخميس. حاجه حلوه دي صارت يوم الخميس. كله بيبقى جاهزة تقعدوا تاكلوها. ممكن بقى زي ما انت ما عايزه تحطي مش هتتقوي. اه انا قريب هكتسح المكان.
عشان أطبخ. اه بصي وانا بقى جايبه البسكوتات ده، انا مكلفه والله، ما فيش البسكوت ده مش مشكله، بس انا ايه حبيت ايه اظبطهم كده شويه شويه تظابيط كده. ومن هنا كده بقى اهو تمام كده، من الصغير ده كده. ده الطاجن النوتيلا بيتباع في كله احلى ب30. طاجن نوتيلا، هكمل الطريقه كلها واكمل الباقي واوريكي شكله هيبقى عامل ازاي. حطه في الفريزر. وادي كده بقى الشكل النهائي بتاعه. اي تشكيله فوق تحت عملته اي حاجه. ياسين قال لي كنت عايزاه لخبطتها على بعضيها. عايزاك تجربي الوصفه دي وتقولي لي ايه رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.